بسم الله الرحمن الرحيم. أنا هولير محمد المحمد من جامعة صلاح الدين، قسم الفيزياء الطبية المرحلة الرابعة. اليوم سوف أقدم سيمينارا عن Distinguishing Fluid Filled Cysts from Solid Masses Using Ultrasound Image، أي التمييز بين الأكياس المملوءة بالسوائل والكتل الصلبة باستخدام التصوير بالموجات فوق الصوتية باستشراف الدكتور عبد الرحمن. Content محتويات هذا السيمينار: Introduction المقدمة and difference between solid mass and fluid filled cyst، والفرق بين الكتل الصلبة والأكياس المملوءة بالسوائل and patient preparation وتحضير المريض و patient position وموقع المريض and diagnosis and treatment، تشخيص وعلاج هذه الكتل and disadvantage و advantage و conclusion الخاتمة and reference وبعض المصادر. Introduction المقدمة: Cysts and masses are a common finding in medical imaging, and identifying their nature is essential for proper diagnosis and treatment. تعدد الأكياس والكتل من النتائج الشائعة في التصوير الطبي، وتحديد طبيعتها ضروري للتشخيص والعلاج. Ultrasound is one of the most effective and widely used tools for this purpose because it provides clear visualization of a soft tissue in a real time without exposing patient to radiation. يعد جهاز الألتراساوند أي الموجات الفوق الصوتية أحد الأكثر فعالا والأكثر عرضا، لأنها توفر تصوير واضح للأنسجة الرغوة soft tissue بدون تعرض المريض للإشعاع by using sound wave باستخدام الموجات الصوت. أي جهاز الألتراساوند يستخدم موجات الصوت. Ultrasound can help determine whether a detected structure in fluid field or a solid، وأيضا يساعد التفريق بين مركبات إذا كانت سائلة وإذا كانت صلبة، وأيضا يميز كل منهما بخصائص صوتية فريدة. وإن فهم كيفية تفاعل الموجات فوق الصوتية مع أنواع الأنسجة المختلفة يسمح للأطباء بتفسير الصور بدقة واتخاذ قرارات سريرية مستنيرة. Difference between solid mass and fluid filled cyst، الاختلاف بين الكتل الصلبة والأكياس المملوءة بالسوائل. What is a cyst؟ ما هو الكيس؟ A fluid filled cyst is a well-defined هو كيس مملوء بالسائل ذو بنية محددة and sac-like structure يشبه الكيس that develop within a body tissue or organs, and it's enclosed by a thin smooth wall. وهو يتطور في أنسجة الجسم أو أعضائه، وعادة محاط بغشاء رقيق أو ناعم يشبه الكبسولة. The internal content of the cyst consists primarily of liquid or semi-liquid material. يتكون المحتوى الداخلي للكيس بشكل أساسي من مادة سائلة أو شبه سائلة such as serous fluid or blood or pus rather than solid tissue component، بغض النظر عن مركباته الصلبة. From a sonar ultrasound، من منظور الموجات الفوق الصوتية، fluid filled cyst demonstrate anechoic characteristic، هو كيس مملوء بالسائل وخصائص عديمة الصدى meaning it appears completely black on the screen due to the absence of internal echo، وهذا يعني أنه
ممتلئ كاملة بالسواد، مثل ما باين بالصورة على الجهة اليمنى. يوجد لدينا كيس مملوء بالسائل يظهر أسود، وبسبب عدم وجود أصداء داخلية تمر بها موجات الفوق الصوتية عبر السائل دون انعكاسات، وعادة ما يظهر تعزيزا صوتيا خلفيا، وهي منطقة ساطعة خلف الكيس ناتجة عن زيادة انتقال الموجات الصوتية. Cysts are usually benign in nature، وهو عادة كيس حميد. What is solid mass؟ ما هي الكتل الصلبة؟ Solid mass is an abnormal tissue growth composed mainly of cell and solid component. هي نمو غير طبيعي للأنسجة وتتكون من خلايا ومركبات صلبة rather than fluid، بغض النظر عن السوائل. It may form in various organs or tissue of the body and can be benign, non-cancerous or malignant cancerous، وقد تتشكل في أعضاء أو أنسجة مختلفة من الجسم، ويمكن أن تكون benign حميدة غير سرطانية أو malignant خبيثة سرطانية depending on its cellular nature and behavior، اعتمادا على طبيعتها الخلوية وسلوكها. From a sonar ultrasound point of view، من خلال الموجات الفوق الصوتية، solid mass typically appears echogenic producing internal echo. تظهر الكتل الصلبة عادة وكأنها مولدة للصدى، تنتج أصداء داخلية. Because sound waves are reflected from dense tissue inside، بسبب موجات الصوت تظهر انعكاسات على أنسجة الكثيفة. The appearance may vary. It can be homogeneous uniform texture، ويمكن أن تكون متجانسة نسيج موحد، or heterogeneous غير متجانسة نسيجها مختلط. Characterized as internal echoes are present not an echoic، وتتميز بأنها توجد أصداء داخلية غير عديمة الصدى. may have irregular، ويمكن أن يكون لها شكل غير منتظم. often shows posterior acoustic shadowing due to dense tissue، وغالبا ما تظهر ظلالا صوتيا خلفية بسبب الأنسجة الكثيفة. and may demonstrate internal blood flow on Doppler imaging، قد تظهر تدفقا داخليا للدم بسبب في التصوير دوبلر. ويوجد لدينا صورة على الطرف الأيمن ل solid masses in the ultrasound. How do you prepare to ultrasound؟ كيف تستعد لفحص الموجات الفوق الصوتية؟ Follow instruction، اتبع التعليمات. اتبع دائما الإرشادات المحددة من مقدم الرعاية الصحية الخاصة بك. 2. اجلب الوثائق. في حال يوجد لديك صورة إكس راي أشعة أو سي تي سكان أو ألتراساوند قديمة، يجب أن تأخذ معها عند تقني الألتراساوند. clothing valuable، الملابس، ارتداء ملابس مريحة. ويوجد في بعض الحالات أن لا تلبس الجوليري المجوهرات، مثلا في حال فحص الرقبة يجب أن لا تلبس سنسالا أو عقدا. في حال abdominal organ يجب أن تكون من 6 إلى 12 ساعة fasting، يعني في حالة الصيام. وأيضا
البنكرياس والكدني والجال بلادر to reduce gas. وفي حال البلادر بيرفيك أورجان يجب أن تشرب الماء مسبقا لأن تكون المثانة ممتلئة، ولرؤية الكلى أو الرحم أو المبايض أو البروستات. في حال بريست ثايرويد superficial tissue إذا كان ثدي أو الغدة الدرقية أو الأنسجة السطحية لا حاجة للصيام أو لتحضير خاص. patient position موقع المريض عند استخدام السونر. breast في حال الثدي يجب أن يكون المريض supine or supine oblique، يجب أن يكون مستلقيا أو مائلا، ويجب أن يكون المريض مستلقي على ظهره. يتم رفع ذراع على الجانب الذي يتم مسحه ضوئيا فوق الرأس، يعني في حال إذا كان الفحص للثدي بالجهة اليمنى يتم رفع الذراع الأيمن تحت رأسه، ويمكن وضع وسادة صغيرة تحت الكتف. هذا الوضع يسمح الثدي ويحسن جودة الصورة. 2. في حال liver or abdominal، في حال البطن أو الليفر يجب أن يكون المريض supine or left lateral، يجب أن يكون مستلقي أو مستنقي بجهة اليسرى، وتستلقي المريضة على ظهرها أو تستدير قليلا إلى الجهة اليسرى، ويساعد هذا على إبعاد الغازات ويسمح بتصور أفضل للكبد أو المرارة أو أي فئة صلب. 3. thyroid or neck، عند وضعية الغدة الدرقية أو الرقبة يجب أن يكون المريض supine مستلقي with a neck extended مع تمدد الرقبة. يستلقي المريض على ظهره مع وضع وسادة تحت الكتفين، ويتم تمديد الرقبة قليلا لكشف منطقة الغدة الدرقية مثل ما باين بالصورة على الجهة اليمنى. 4. pelvic ovarian alternate، في حال الحوض والمبيض والرحم يوجد لدينا وضعيتين: ترانس أبدومينال عبر البطن يتم الاستلقاء مع امتلاء المثانة، and ترانس فاجينال عبر المهبل، وضعية تفتيت الحصاد ثني الركبتين ودعم القدمين. الهدف تعمل المثانة الممتلئة كنافذة صوتية لتصوير أعضاء الحوض وأي كتلة. diagnosis التشخيص. في حال البريست الثدي إذا كانت الكيس بسيط simple cyst، عديم الصدى، منطقة سوداء تماما وجدران ناعمة ومحددة جيدا وتعزيز صوتي خلفي، تبدو المنطقة خلفه أكثر سطوعا مثل ما باين بالصورة simple breast cyst. يوجد لدينا كيس لونه أسود والمنطقة الذي خلفه بيضاء. وفي حال السوليد ماس إذا كانت الكتلة صلبة لها بنية داخلية تظهر بدرجات متفاوتة من الرمادي ولا يوجد تعزيز خلفي كبير. solid mass breast مثل ما باين في الصورة، يوجد لدينا كيس داخله كتلة لونها مايل إلى الرمادي ولا يوجد خلفه أي إضاءة. 2. liver or abdominal mass في حال الكبد أو البطن إذا كانت الكتلة بسيطة simple cyst، منطقة عديمة الصدى بدون أصداء داخلية وحدود محدد بوضوح وتعزيز صوتي خلفي قوي مثل ما باين في الصورة. لا يوجد
الكبد محدد. وفي حال السوليد ماس إذا كانت الكتلة صلبة تظهر بدرجات متفاوتة من الصدى، ويمكن أن تكون أغمق أو أكثر سطوعا من أنسجة الكبد المحيطة، وقد يكون لها هوامش غير منتظمة أو هالات. مثل ما باين بالصورة يوجد لدينا بعض الهوامش، وإن الكبد يوجد لديه اختلاف في الألوان. خلفه يبين برايتنس مضيء، والكبد بنفسه هو أغمق مقارنة بالسيمبل ليفر سيست. الحالة الثالثة ثايرويد أور نيك. إذا كانت غدة درقية massive thyroid cyst. إذا كانت الغدة يوجد فيها كيس بسيط، منطقة عديمة الصدى خالية من الصدى ولها شكل دائري أو بيضاوي oval، ولها تعزيز سمعي خلفي. وإذا كانت السوليد نودل، إذا كانت عقد صلبة تظهر كنسيج رمادي داخل الغدة، وقد تحتوي على تكلس بقع بيضاء زاهية، وقد يكون لها حدود غير منتظم irregular مثل ما باين بالصور في الجهة اليمنى. في حال البلفيك أو الأوفريان، إذا كان الحوض أو المبيض simple ovarian cyst، إذا كان كيس بسيط يظهر منطقة عديمة الصدى ومستديرة round area، و thin smooth wall وهي جدار رقيق وناعم، ولا توجد أصداء داخلية أو مكونات صلبة أو كتل صلبة مثل ما باين في الصورة. لا يوجد لدينا أي عقد أي كتل داخل الحوض والرحم. إذا كانت الكتل صلبة mass fibroid or solid ovarian tumor، قد يكون بنية الأنسجة الداخلية مرئية، وقد يكون لها مظهر معقد، مناطق صلبة وكيسية مختلطة، وغالبا ما تكون غير منتظمة الشكل مثل ما باين في الصورة. يوجد لدينا بعض الأكياس الصغيرة داخل الحوض، ويوجد أيضا مناطق صلبة. تريتمنت العلاج simple cyst. إذا كانت الأكياس بسيطة عادة لا تتطلب الأكياس البسيطة علاجا إذا كانت small صغيرة and asymptomatic أو بدون أعراض، لكن في حال إذا زاد نموها أو أصبحت مؤلمة فيوجد لدينا علاج من خلال الشفط aspiration. لكن السوليد ماسس إذا كانت الكتلة صليبة يوجد لدينا ثلاثة طرق: البايوبسي الخزع، وسيرجري الجراحة، والثيرابي العلاج الكيميائي. Advantage and disadvantage. Advantage واحد non-invasive and safe، هو غير جراحي وآمن. uses sound wave أي يستخدم موجات الصوت، not ionizing radiation وليس الإشعاعات المؤينة. 2 real time imaging التصوير في الوقت الفعلي، يسمح بمراقبة حركة مثل blood flow تدفق الدم and internal structure والبنية الداخلية. 3 good at differentiating between solid and cystic lesion وجيد في التمييز بين الآفات الصلبة والكيسية. وتبدو الأكياس المملوءة بالسوائل عديمة الصدى أي داكنة، بينما الكتل الصلبة تظهر أصداء داخلية. 4 widely available and low cost
وهو متوفر على نطاق واسع وسعره قليل مقارنة ب CT و MRI. 4. Portable محمول can be used at a bedside or in clinics easily، أي يمكن استخدامه بجانب السرير أو في العيادات بسهولة. Disadvantage العيوب operator dependent يعتمد على المشغل، تعتمد جودة الصورة ودقتها على مهارة الفني أو أخصائي الأشعة. 2. limited penetration واختراقه محدود، يصعب تصوير الهياكل العميقة لدى المرضى الذين يعانون من السمنة. 3. cannot always determine malignancy أي لا يمكنه دائما تحديد الكتل الخبيثة. 4. bone and air interior يتداخل العظم والهواء، لا يمكنه تصوير الهياكل خلف العظام أو الغاز مثل الرئتين والأمعاء lungs and intestine. 4. lower resolution than CT and MRI وهو أقل دقة مقارنة بالCT والMRI. Conclusion الخاتمة ultrasound is a valuable and safe imaging technique. الموجات فوق الصوتية هي تقنية تصوير قيمة وآمنة للتمييز بين solid masses الكتل الصلبة and fluid filled cysts والأكياس المملوءة بالسوائل، فهي توفر تقييما غير جراحي non-invasive في الوقت الفعلي، يساعد في التشخيص diagnosis والمراقبة وتوجيه العلاجات. على الرغم من وجود بعض القيود عليها مثل الاعتماد على مهارة المشغل وانخفاض القدرة على تقييم الهياكل العميقة أو المعقدة، إلا أن الموجات فوق الصوتية لا تزال واحدة من أكثر الأدوات فعالية وسهولة في الوصول إليها للكشف عن أنواع مختلفة من الآفات والتمييز بينها في التصوير الطبي. reference وهنا أيضا بعض المصادر، وبتمنى أن تكونوا وصلتوا لآخر الفيديو. Thank you for listening وشكرا للاستماع.